حصر السلاح بيد الدولة والفصائل الخارجة عن اطار الدولة، وتحدث هنا في اكثر مرة في برنامجك. صح. كل فصيل يتبع زعيم سياسي او قائد خارج القائد العام للقوات المسلحة. ذكر حديثي قبل سنين، هو هذا فصيل غير منضبط وبعيد عن إدارة الدولة. لكن انا اقول ان تتصادم الفصائل مع الحكومة بهذا الشكل، هذا ايذان حقيقي بان الحكومة تتجه باتجاه صحيح. والا ولو مدحت هذه الفصائل وهذه القوى التي خارج اطار الدولة، لو مدحت الحكومة لكان لدينا شك. اما ان يكون موقفها معادي للحكومة، هذا دليل واضح وراسخ ان هناك خلافات كبيرة بخصوص الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة. يعني ابتداء دعنا نعزي ابناء بغداد بالحادث الاليم باستشهاد ثله من ابناء الوطن، ابناء القوات المسلحه عبر ايادي يعني مجرمه آثمه. وايضا يجب ان نذكر السبق الاساسي اللي اليوم حدث ببيان الحكومه الواضح والصريح بالاشاره الى الالويه التي قامت بهذه الجريمه وارتباطها، وهذا لاول مره يحدث في العراق بان يتم الكشف عن الالويه ما وراء الشخص مو الشخص نفسه، وهذا يحسب للحكومه الحاليه. احنا بالنهايه بلد يعني مسلوب السياده ومسلوب الاراده في كثير من القضايا، وحقيقه الحكومه تحاول ان تخرج من جلباب هذا الوضع اللي صار بالعراق منذ 2003 لغايه هذا اليوم. وصلنا للكمال للتمام؟ لا، احنا هسه مشكلتنا الدائره بين طرفين، الطرف اللي يقول انه الحشد هو مؤسسه عسكريه، وطرف يقول لك لا هو عصابات وميليشياوي. وانا اقول الحشد يجب ان يكون حشد دوله وليس حشد قاده وزعماء.